أسوأ ممرض في مصر. ممرض قلب مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مؤلم جدا. ممرض من المنيا بيغمض عينيه بشاشة وبيحاول يدخل كانولا في رجل رضيع عمره يوم واحد في الحضانة. قال ايه؟ عشان رهان مع زمايله على الفطار. وطبعا الفيديو ده قلب مواقع التواصل الاجتماعي وقلب الدنيا ووصل لوزارة الصحة اللي قررت إحالة كل العاملين بالحضانة الخاصة دي للنيابة العامة وكمان إغلاقها، لان الحركات اللي عملها الشخص اللي مش ممرض اصلا ومنتحل صفه ممرض ممكن تتسبب في وفاه الطفل ده، وساعتها اهله ما كانوش هيعرفوا يعملوا حاجه ولا كانوا هيعرفوا هو ليه توفى، ويقولوا لهم البقاء لله. بس زي ما احنا شايفين الممرض ده هو واحد من اسوأ الممرضين في مصر، لازم نفتكر كمان الممرض عمر محمد اللي في مستشفى 57 357 واللي اتنشر له فيديو في اغسطس الماضي وهو جنب طفله مريضه في العنايه المركزه بيغني لها ويطبطب عليها لحد ما نامت. ده ممرض يتشال على الراس ويتقال انه الافضل في مصر، زي ما الممرض التاني لازم يتحاكم ويتقال عليه الاسوأ في مصر. اما اسوأ ممرض في العالم فهو الامريكي تشارلز كولين. الممرض ده يا جماعه متهم بقتل اكتر من 400 شخص، اعترف بس ب 29 واحد قتلهم باحد الادويه اللي بتتسبب في ايقاف عضله القلب ثم الوفاه. وكان بيقول انه بيعمل كده عشان يريح المرضى من المرض الشديد اللي هم فيه، وكمان عشان ما يتعبش الجهاز الطبي الامريكي. الممرض ده ظل 16 سنه بيمارس جرائمه المروعه لحد ما تم اكتشافه عام 2004 بعد ما ممرضه زميلته وقعته في الكلام وعرفت منه التفاصيل. وطبعا البوليس الامريكي القى القبض عليه وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياه، ومش حكم واحد لا 11 حكم. طب ليه ما خدش اعدام؟ تردد انه عمل زي اشبه بصفقه مع البوليس الامريكي انه يعترف بالجرائم مقابل انه ما ياخدش اعدام وياخد سجن مدى الحياه. وطبعا مش عاوزين ننسى واحده من اشهر الممرضات المصريات اللي سيرتها اتذكرت في عمل درامي شهير وهو اوبرا عايده، وبيتكلم عن الممرضه عايده نور الدين اللي تم القبض عليها عام 1997 بتهمه محاوله قتل المرضى في العنايه المركزه بمستشفى اسكندريه. وطبعا خدت حكم بالسجن لمده 10 سنوات وخرجت بعد 7 سنوات بعد ما قدر المحامي بتاعها اللي كان بيجسد دوره في المسلسل الفنان الكبير يحيى الفخراني يثبت براءتها او مش براءتها، يثبت ان اللي حصل كان اهمال منها، واللي حصل كان اتهامها بانها بتعطي المرضى في العنايه المركزه ابر بترخي العضلات وتسبب الوفاه، وكانت سبب في وفاه شخص مريض اسمه عبد القادر. ولكن في حاجه قلبت القضيه وهي ان ام المريض عبد القادر ما قدرتش تتعرف على عايده في القفص، وبالتالي ساعد المحامي في انه يثبت براءتها او يثبت انها ما كانش عندها نيه انها تقتل هؤلاء المرضى. وظهرت عايده بعد خروجها من السجن مع الاعلام الراحل وائل الابراشي ثم اختفت في ظروف غامضه، وكانت ايضا واحده من اشهر الممرضات في تاريخ مصر. لو عجبك الفيديو ده لايك وشير واعمل فولو بقى يا عم. السلام عليكم.